بسم الاب والابن والروح القدس واحد امين. الحد الثاني من الصوم المقدس. القرار بتاع الصوم كله بيبقى سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم في المسيح فربنا اخطأته، عشان يميل للسلام يعني يميل للسلام. بس الاسبوع الثاني او الحد الثاني من الصوم حد التجربه، والتجربه زي ما كنت بقول الصبح، التجربه يعني فلان مات وتعور، لا امال ايه؟ لا، ضيق الوصيه، ضيق الوصيه، الوصيه اللي تقول له حب قريبك وابغض عدوك، تروح تقول انا اقول لكم حب اعدائكم باركوا لعنيكم. 99% مننا بنحب اللي يحبونا ونكره السلام. اما ضيق الوصيه بقى حب اعدائكم باركوا لعنيكم، يقول قيل لك في القديم لا تقتل، اما انا فاقول لكم من يغضب على اخيه باطلا. بقى الموضوع مش موضوع جس، امال ايه؟ ده ضيق. يقول عنه اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، اضيق الباب واقرب الطريق المؤدي للحياه الابديه وقليلون يجدونه، واسع الباب ورحب الطريق اللي يودي لجهنم كثير الجوع. فبقت التجربه مش فلان مات لا امال ايه؟ لا، ضيق الوصيه. ولو حسبناها كده نلاقي كتير مننا مش ماشي في الوصيه، امال ماشي في ايه؟ في الناموس، الناموس بتاع موسى، ناموس موسى. ده كمان في ضيق، شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. طب ومين فينا خالي من متنزع عن شهوة الجسد؟ من أراد أن يكون محبا للعالم كل ما فعل شهوة الجسد، شهوة تعظم المعيشة. طب ممكن البنت، بلاش البنت والولد، يتشيك قدام المراية كد وقت القداس بالظبط، كد وقت القداس. طب ما دي شهوة جسد، شهوة جسد. ومن أراد أن يكون محبا للعالم صار عدوا لله. لكن التنزه عن شهوة الجسد هو التجربة، هي التجربة. شهوة كل ما في العالم، شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. من أراد أن يكون محبا للعالم صار عدوا لله. يا عدو. فبقت التجربة إن أبقى صديق ربنا مش عدو. التجربة إن أنا أبقى صديق ربنا مش عدو. مين فينا؟ مين؟ أنا عارف حتى في الأديرة في اهتمام كتير. احيانا راهم من ربنا يقول لك ايه اللي جايبين هنا؟ ده اكسبايرد. بصراحه ما اتعلمتش الاكسباير غير في الدير. خايف على صحتك يا اخوي. ده البرشام اللي يكون اكسبايرد او الكبسول يتغير لونه والماده بتاعته، ولما بيودوه الشركه غالبا يشيلوه من العلبه دي يحطوا في علبه تاني. هو الاكسبايرد ولا حاجه، بس عشان انا مهتم بايه؟ الجسديات. أنا راهب. من أراد أن يكون محبا للعالم. فبقيت التجربة مش مشاكل وموت، لا ولا حدايم ولا لا خالص. امال ايه؟ لا، ضيق وصية، تنفيذ الوصية. ده يقول قيل لك لا تزني، اما انا فاقول لك من نظر الى امراه. كم واحد بيزني لاجل وكم واحد نظر؟ يا ابوي. على فكره لما يقول من نظر لامراه زي من نظرت لواحد، هي واحد الحكايه. لحسن الناس يقولوا، الستات يقولوا ده بيقول من نظر لامراه. حبيبي الاثنين واحد. من نظر امراه ليشتهي زنا بها في قلبه، من نظرت لواحد تشتهي زنا بها في قلبها.
كم واحد بيزني؟ لا قليلين، عيب. طب وكم واحد نظر؟ انا عارف. بقت التجربة الحقيقية تنفيذ الوصية. التجربة الحقيقية تنفيذ الوصية. المهم الإنجيل بتاع المساء بيبقى بيتكلم عن الضيق زي ما إنجيل باكر يعني اليوم بتاع الحد بتاع الصوم باكر، باكر عشية وباكر والقداس والمساء يتكلموا كلهم على موضوع واحد. لكن في يوم تاني حد تاني يبقى عشية وباكر والقداس يتكلم على الموضوع. أما عشية نفس اليوم بيتكلم المساء يتكلم على اليوم التاني. بيتكلم عليها بقى، بيتكلم على الضيق برضه. بيتكلم على الضيق. ضيق ايه بقى؟ ضيق ايه اللي بيتكلم عليه؟ اللي حواليا يا راجل. يقول ايه؟ حامل الأموات ياخذ أجرة من الناس، وحامل أحياء أجرة من الله. اللي يحمل ميت يقول له نواجبك في الفرح، ما يجبكش في أحزان، بشكين على تعبك. أشيل ميت أسهل من أشيل حي بكتير. ليه؟ الميت ساكت يا عيني، أما الحي لا متحرك. ده في واحد استفزازي يخلي الملاك مخيل يتغاظ. لو الملاك مخيل يتغاظ يغيظه يستفزه. دي في واحدة يا عيني على جوزها تخلي جوزها قطع خلقاته. وممكن بايه؟ بالهدوء من غير كلام توضب واحدة على اللونجرام كده. عشان كده الراجل اللي حاطط في مخه يعمل كنترول يا سلام. ليه يا اخوي؟ يبلع ريقك لا مؤاخذة. ما تقدرش تعمل كده. معلمنا داود النبي بيقول، داود النبي يقول أبص من هنا ألاقي شاول عاوز يموتني، ومن هنا نابال عاوز يعمل لي مش عارف ايه، ومن هنا أخي توفل عاوز يخلي بشالوم يبقى مكان أبوه، ومن هنا بشالوم، ومن هنا أمنون زنى مع سمار بنتي، وابشالوم موت أمنون. أعمل إيه يا ربي؟ فنطق بالمزمور بتاعه 37 في عدد 5 يقول سلم. عاوز تعيش مع ربنا سلم عم. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، مش يحل، لا يجري. سلم للرب طريقك. بعد خبرة كبيرة في حياة داود النبي، زي ما كتبوا كتاب الكتاب المقدس، كتب هذا المضمون في شيخوخته قبل ما يتنيح ب3 سنين. يقول في عدد 5 37 5 سلم للرب طريقك وتوكل عليه. سيبه بقى. أعمل إيه في شاول؟ سيبهولي. وأعمل إيه في أخي توفل؟ سيبهولي. واعمل ايه ما تدوشنيش يا داوود. سلم. اللي يسلم يبقى عايش في الدقه. تكلم عنها القديسين، القديس يوحنا ذهبي الفم يقول حيث يوجد المسيح هناك ضيقه. ليه؟ اصل منظر يغيظ المسيح ده متعب قوي. ده في هيئات كتيره قوي وفي آيات كتيرة قوي مكرسة نفسها إن المسيح مش ابن الله. طب يا عم ثانك يو، شكرا. زي ما قال أحد الآباء بطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي، ومرة سب وشتم. لما يقول أنت المسيح ابن الله هو ابن الله الحي، ولما يشبه هو برضه ابن الله الحي. تقول له هو ابن الله الحي. يقول أعمل إيه؟ يقول سلم. وفي اللغة العبرية كلمة سلم يعني دحرج، يعني المكتب بتاعي كده ومكتب ربنا كده، أو عندي مشكلة أروح مدحرجها له. خد يا عم أنا مش قادر.
زي ما قلت قبل كده، امسك الكرة اديها لربنا واقول له العبها لي، انا مش لعيب. مش لعيب. طب ماليش في لعب الكرة، انا مش لعيب. سلم دحرج دحرج دحرج. وتبول في مخ داوود الناس اللي ماشيين بالاشرار اشرار ينجحوا، والناس الابرار يتألموا. وقال مع ارميا انت ابر من ان احاكمك، ولكن يكون كلمك الاحكام عدله. بتنجح ليه طريق الاشرار؟ نجح ليه طريق الاشرار؟ يعني ابشالوم ياخذ مني المملكه وبتساعده، ويقعد امنون يلعب لعبه شريره على اخته صمال لغايه ما يزني بيها فيها وسايبه. ماذا تنجح طريق الاشرار والابرار يتألمون؟ ده ارميا قال له كده. قديس اغسطينوس يقول مع ارميا لا ولا يهمك من الاشرار دول، او الناس اللي بياخدوا مواقع مش بتاعتهم، لا يهمكش منهم ولا تحسدهم ولا حاجه، عاملين زي العشب ما لهمش جد. تطلع الشمس تخلص عليهم، تطلع الشمس. ده احيانا واحد ياخد وظيفه شهر سنه مثلا وبعد كده يتعذب بيها. هذا بيه. يجب ان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. ومن هو الرجل المناسب؟ اللي كتفه يشيل. طوبى للذي يحتمل التجربه اذا تزكى نال اكليل الحياه. مين اللي هو الحلبه دي؟ اللي يحتمل التجربه. وهي التجربه ازاي يحتمل الناس حواليه. ده ممكن واحد اصغر مني يهني، طب اعمل له ايه؟ احتمله. وربنا يسوع المسيح في دار رؤساء الكهنه بصقوا عليه وهو على الصليب اتهزأ حته تهزيئه، حته تهزيئه يا راجل مش موجود. اللص اللي جنبه الشمال يقول له خلصت نفسك خلص كثيرين مش عارف تخلص نفسك، ويقول ان كنت انت ابن الله ما تخلصنا يا عم، ننزلنا مع بعض يا عم. ويمروا عليه ويضربوه يقولوا تنبأ لنا يا ملك اليهود. ايه ده؟ هو مسخره؟ هو ما احتملها. اللي يحتمل اذا كانوا فعلوا هذا بالعود الرطب فكم بالحري اليابس. يعني التجربه مش مصيبه، لا من امال ايه؟ لا وصيه. وهي تاني احتمال اللي حواليا صعب قوي. احتمال اللي حواليا ده نقدر نقول 90% مننا بيشكوا من اللي حواليهم. امال ازاي الشيطان ينكدني؟ ما يقوليش فلان البعيد، لا اللي جنبك. فالاخ والاخت تلاقي اتنين دكاتره في شارع واحد جنب بعض، تقول بينهم وبين بعض ليه؟ مش ليه؟ طيب يقولوا لبعض صباح الخير كده بالعافيه. تقول ليه؟ غيرانين، زي ما الحاجب بيغير من العين تغير من الحاجب، مع الرغم من الحاجب ولا حاجه، شويه شعر والعين فيها كل حاجه. ده هي الجموره في الانسان العين، لكن بتغير من الحاجه كده. طبع الانسان كده. التجربه الحقيقيه تنفيذ الوصيه احتمال اللي حواليا اي نوع كان. التجربه الحقيقيه اللي في حد التجربه دي تنفيذ الوصيه احتمال اللي حواليا. فداود النبي بعد التجربه الكبيره بينه وبين الاعداء زي شاول وزي بشالوم وزي اخي توفل وزي نبال كتير قوي قوي، ده داود النبي قال اكثر من شعر راسي الذين يبغضونني من غير سبب. مش حق. اكثر من شعر راسك. طب ده مين يقدر يعد شعر راسك يا عم داود؟ اكثر من شعر راسي. طب ليه كده يا عم داود؟ ما هي التجربه دي كما كتب على ربنا يا سلام رجل احزان كتب الوجع. احنا على فكره احيانا في الخدمه بتاعتنا محلبيه ولا بعيد عن شويه ترانيم وشويه وعظات خالص على كده،
وحكايه سكتش وحكايه اوبريتش. صدقوني بيعملوا انشطه الايام دي بتفرج عليها وببكي. ايه خده؟ ايه خده بيعمل؟ ايه اللي بيعملوا ده؟ ايه اللي بيعملوا ده؟ وكشافه قال ايه كشافه؟ يعني ايه كشافه؟ نوعهم ايه كشافه؟ تبع ايه؟ وكرنفال يعمل عيله عفاريت كده. ليه كده؟ ليه كده؟ هروب من الضيق. يلعبوا في بره الاسوار. هروب من ايه؟ هروب من المزامير. برضه الشباب بتاع الفيسبوك كده يقدر يقعد 3 ساعات يتكلم في الانجيل. يا سلام، ده يفرقعوا. لا طبعا. امال يعمل ايه؟ يقعد على الفيسبوك. مش عارف امتى كنت بقول لهم انتوا قاعدين على طول الفيسبوك؟ يكون عندنا رهبه ان مش عارف ايه في نفسه، تفتح التليفون تلاقي مبروك. انتوا كنتوا فين؟ انتوا قاعدين على الفيسبوك على طول؟ فين الاناجيل؟ فين يا عم؟ فين يا ماما الاناجيل يا ماما؟ كان عندي شويه اسر امبارح في المكتب، بصراحه يعني شتمتهم، قلت لهم ما خربتوها. ما الام واقفه قدام المرايه والبنت على الفيسبوك والواد على الفيسبوك، بيجوا دلوقتي بتجيبوا لنا الادوره بقت مسرح جريمه. الله يسامحكم. الله يسامحكم. الله يسامحكم. الله يسامحكم. عملتوا فينا كده. كان زمان الراهب اللي يشتم يحرم من التناول ويمد يده يطرد من الدير. يمد يده كده، يده كده من غير حاجه. ايه اللي ماما؟ ما هي كانت ماما اليصابات وبابا زكريا يجيبوا يوحنا. طب لو كانت ماما مش اليصابات وبابا مش زكريا يجيبوه منين؟ يجيبوه منين؟ لما ماما مش فاهمه كتاب مقدس، مش قاري كتاب مقدس، تبيت تقرا منين هنا؟ تقرا منين؟ مين اللي قال للبنت الكتاب؟ ماما. ما في روسيا التيتا بتاعت روسيا عادة الأرثوذكسية بالحكاية بتاعت قبل النوم. حكاية قبل النوم. حكاية قبل النوم. حكاية بتاعت قبل النوم. قبل النوم. قبل النوم. قبل النوم. فمن كتر حزن داود ومن كتر تعبه من اللي حواليه ومش عاوز ينتقم من اللي حواليه، عايز يتعامل معاهم، لما بيقول لهم في المزمور الأخير في ساعة في باكر باسمك تحييني، بحقك تخرج من الشدة نفسي، برحمتك تستأصل أعدائي. يا راجل، يعني لما تخلص على أعدائي واحدة واحدة وهتعورهم. يا شيخ خايف على أعدائك؟ قلب عمران. قلب عمران. اسمك تحييني، بحقك تخرج من الشدة نفسي، برحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميعهم. داود ربنا قال له سيبك من الناس اللي بيتعبوك دول، ودول عاملين زي العشب. ده ذهبي الفم يقول اخوة يوسف اضطهدوا يوسف فتمجد يوسف وضعوا هم. ولما اجي اضطهد حد اعرف ان كل ما اضطهد اللي قدامي بخلص على نفسي واحدة واحدة. هم تمجدوا هو تمجد وهم يضاعوا. فين اخوة يوسف؟ مين يعرف اسمهم؟ اخوة يوسف مين يعرف؟ مين يعرف اخوة يوسف؟ ربنا قال له بلسان القديس ووسطين، قال لا ولا يهمك، لا اخي توفل ولا ابشالوم ولا شاول ولا نابال ولا ده كله، بل انت بتقول عنهم دول. ده داود يقول له كلت عيني من انتظار اقوالك، متى تجري حكم الذين بيظلموني؟ ساب الجماعه بيظلموني، هم امتى هتفرملهم امتى يا رب؟ يقول له براحتي، مش انت خسران حاجه؟ افرحوا وتهللوا اجركم عظيم في ملكوت السماوات. ما انا اعمل لهم كده مش عشان انتقم منك، لا ده وهب لكم ان تتمجدوا وتتألموا من اجله. وهب لكم مش ان تتمجدوا معاه بس وتتألموا معاه كمان، وهو موهبه ربنا عملها. الألم ربنا عمله موهبه، عطيه صالحه زي ما جاء في يعقوب اصحاح 1
هذا 17 عطية صالح موهبة تامة من عند ربنا. يديني ايه يا امه؟ يديني ألم. ليه ألم؟ مش عشان يعذبني، امال ايه؟ يخلصني. بس مين بيقول كده؟ بس مين بيقول كده؟ معظمنا بنهرب من التجربة ومن الضيق عشان عاوز استريح. مين بيقول كده؟ مش متم النهارده ولا امتى قلت الواجب اللي بيظلمني اخده بالاحضان، اقول يا حبيبي يا حبيبي بتخلصني توديني السما ببلوش على حسابك، وهو يعاقب. ليه؟ طبعا فوق العالي عالي على من هم يلاحظ. ده في ايام الثوره قلت اللي يسيح دمه قطه قدام الكنايس ربنا مش هيسيبه. له قطه ملهاش خلاص، بس يسيح عليه قدام الكنايس. ما ربنا بيعمل ايه؟ اللي بيسيح دم الاخرين ده بيعمل بيستهتر بربنا. طب ربنا موجود. ده ايليا النبي قال لايزابيل اللي موتت نابوت اليزرعيلي وعملت لها دوشه مع جوزها والراجل مش وراها اخاب، قال لها الكلاب اللي لحست دم نابوت اليزرعيلي تلحسهم. يا مخيف الوقوع بين يد الله الحي، مخيف الوقوع. فقال له لا يهمكش منهم، ما تزعلش يا داود، ما يهمكش منهم احتمل اللي حواليك وما تحاولش ان تأذيهم ولا تتعبهم. هم يتعبوني وانا اريحهم، وهم يظلموني وانا اكافئهم. على ايه؟ على الظلم اللي هم بيظلموه. التجربة الحقيقية كان في القداس تنفيذ الوصية، ودلوقتي في الاجتماع اللي في المسا في يوم الحد الثاني لا احتمال حواليه، احتمال حواليه. ولما اوصل للحقيقة بتاعة داوود اقول ايه؟ ده تعبني وده تعبني وده تعبني، بقول لك ايه؟ انا اسلمها لك وانت براحتك معاهم. اللي عاوز تتعبوا تتعبوا، واللي عاوز تريحوا تريحوا، بس على مهلك عليهم عشان مخيف الوقوع. وهذا واحد باسمك تحييني، بحقك تخرج من الشدة نفسي، برحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميع مضايق نفسي. يقول تكافؤوا مثل النحل حول الشهد، وباسم الرب مثل النحل حول الشهد دفعت الأسقط ايه؟ ورب سندني، قوتي وتسبحتي ايه؟ والرب كسر لي خلاصا، يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني فلن أموت. يقول في المزمور من يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب، لا يسلم لأيدي أعدائه ويعينوا على صير مرض. وبعدين يقول إيه؟ أعدائي تقولوا علي شرا وغلا متى يموت؟ يا ساتر. طب ليه بس؟ طب ليه بس؟ طب ليه بس؟ ليه بس؟ متى يموت؟ هو حد فينا يقول كده على حد؟ متى ويباد اسمه. واللي كان يدخل يتكلم معايا يتكلم بالرياء، يقول لي بحبك، يخرج بره يتكلم عليا. تهامس علي جميع أعدائي وكلام مخالفا للناموس تقولوا ألا يعود الراقد النجوم بعد ما موتنا هيقوم تاني. يا مصيبة الشباب بتاع الأيام دي وخصوصا الرهبان ما بيصلوش مزامير، خصوصا الرهبان مصيبة كبيرة قوي موجودة عندنا، إهمال صلاة المزامير اللي بيها بتكلم بلسان داود النبي. سيدنا أنبا سربامون ربنا يحنى نفسه كان يقول لي اللي من كتر الألم الواحد يدودو، يقول دودو. تيتا كان عندها جبية كبيرة كده كصليها كلها كل يوم. بصراحة اتعلمت صلاة المزامير مش من الديه، من تيتا، وتمشي كل شغلها. يا رب لماذا كسر الذين يحزنوني خبط الباب؟ مين على الباب؟ كنت اضحك على اقول طب هنا ولا هنا، وتكمل تاني وطلعت الاثنين. شوف مين على الباب، شوف مين على الباب.
وترضي الناس، والناحية التانية برضه سلم. ولما كنت أقول لها على مشكلة تقول لي يقول صوت الرب يطفئ بالنار، ده مزمور. صوت الرب يطفئ يولد الأيائل. عارفين الجمل يولد بصعوبة شديدة فيولده. صوت الرب يطفئ بالنار، صوت الرب. مشكلة كبيرة قوي إهمال صلاة المزامير، مشكلة كبيرة قوي. وماري إسحاق السراني يقول من يهمل قراءة المزامير ولو وصل لأعلى الدرجات الروحية انحدر السريع. نجيب ماري الشراديل، جيب ماري الشراديل، ماري الشراديل، ماري الشراديل وري يا أخويا. وصلي مزاميرك وزدها مزمور، أصلا نفس الرسولي. صلي مزامير 10 نمثلهم. احنا الواجب علينا احنا الرهبان من الجلده للجلده، بدل واحد لابس جلاس وصل الجلد من الجلده للجلده. امال انتوا النهارده باكر بكره ثالثه بعد السته بعد الساعه تجولوا في الحديقه تحت المزامير. واحد يصلي باكر الصبح والثالثه في الليل 6 الصبح كده. ولما واحد سال من الشباب اصلي نص الليل في الصبح، طب مش هو ربنا بتاع الصبح بتاع الليل في اي وقت، في اي وقت، بس المهم صلي صلاه نص الليل. المسيحي راهب او مش راهب، خادم مش راهب، مسيحي بلا مزامير بلا سلاح، ماهوش سلاح. ممكن يبقى ضابط معاه دبابير بس ماهوش سلاح. لو عملنا ايه؟ اول ما يشوف الحرام يدغدغ الضابط ده عشان ما يخافش من الدبابير ايا كان نوعها. ما يخاف من ايه؟ من الطخ ده. كل مسيحي فينا طالع من بطن المعمودية بلا مزامير بلا سلاح، الشيطان هيدعك وحته دعكه يلعب بيه كوره. عارفين كوره راكت يعني، الشيطان داير ميل ده وداير ميل ده. وعلى رأي دارس أمريكي قال برينج سالموس كيبز ورد أواي، الصلاة بالمزامير تطرد القلق خارجا. هي تسبحة نص الليل اللي بيعملوها الرهبان في الفجر عبارة عن ايه؟ مزامير. الهوس الأول والهوس الثاني والثالث والرابع ما مزامير 147 و 148 كل مزامير. ليه ما بيقولوا ليه مزامير؟ عشان الغالي زمان كانوا يقول لنا قولوا المزامير بالطريقة، فالتسبحة تقول المزامير بالطريقة. ونعمل مطانية بعد آخر المزمور، نعمل مطانية في آخر المزمور. قال له التجربة الحقيقية تنفيذ الوصية، مش عارف مين مات، لا مات دي مجنون هيموت، ولا مين عيان، لا عنديش تجربة. امال التجربة ايه؟ انفذ الوصية، حب القريب والبعيد وحب أعداءكم بالكم عنيكم، ومن نظر إلى الامرأة ومن يضرب على أخيه باطلا. دي التجربة، نجحت أو لا فيها. لو نجحت يبقى نجحت يبقى نجحت مع المسيح مع ربنا في جبل التجربة. وربنا يسوع المسيح كان بيتكلم في جبل التجربة يقول للشيطان اذهب عني يا شيطان مكتوب. طب احنا كنا ما بقروش انجيل هنقولوا له ايه؟ بدل ما يقولوش هنقولوا له ايه؟ اللي يقول اقعد له هنقولوا له ده ما عندناش انجيل. مشطبين يا جدع. النهارده في الهيكل قلت ايه ده؟ واضح على الشباب حتى الشمس مشطبين انجيل. ايه ده؟ قلت لهم يا جماعه كل واحد فيكم يقرا السنكسار كل يوم وينفذه مع اولاده. هتقرا السنكسار كل يوم هتعمل ايه يعني؟ السنكسار هياخد 10 دقايق، هياخد نص ساعه من 6 ساعات بتاعت الفاس يا اخويا، نص، عشان نشوف الحياه بتاعت المسيحيين زمان كانت ايه. تلاقي في السنكسار الاعياد والاصوام والانبياء والبطاركه والانجيليين كل حاجه. وتلاقي اشعياء ابو 65 اصح ده كان ولا 66 اصح مكتوب في ورقتين. بتجروا في ايه؟ في ايه لما كل واحد يجيب السنكسار ويحكي مع اولاده؟ بلاش يحكوا، كل واحد يقرا واحده، يجوا هم بياكلوا يتناقشوا في السنكسار، يتناقشوا في السنكسار مش في الحروب
الغالي زمان قال لنا ربنا يريح نفسه اللي يعيش لسنة 2000 يتفرج. فعلا احنا من أول سنة 2000 بنتفرج. الكشح، نجي حمادي، البطرسية، مرقسية، بنتفرجوا من ساعتها. وفي الآخر خالص عند و16 و18 الكورونا والبرونا وروسيا، تقولوا عملوا لنا إنجيل تاني غير إنجيلنا. ودي لعبة من عدو الخير عشان نهمل الأناجيل. صدقوني معظمنا مور ذان 50%، أكثر من 50% مش هننجح في الكتاب المقدس لو في امتحان. احنا معاكم الحمد لله، احنا معاكم الحمد لله. أبا الرهبان في الدير يدوا القداس ساعتين، كانوا للتسبيحة ساعة ونص ويشتغلوا طول النهار. يعمل ايه؟ يحكوا. أنا عارف مش بيحكوا يوم شهر. مش فاهم. ربنا قال لداود ولا يهمك، همكش من حد خالص، سلم. وبالعبري دحرج الحاجة اللي انت، ده ربنا يقول لداود الحاجة اللي تعباك يا حبيبي دحرجها لي. أنا أتصرف مع الشاول وأتصرف مع، صدقوني كل واحد فينا لما يكون تعبان من حاجة الواجب يقعد مع ربنا، مش يقعد مع واحد يقول له عملت فيا. لا، محدش يقدر يعمل فيا إلا لما ياخد إذن من ربنا. لو في إذن من ربنا ده القديس العظيم الأنبطينوس قال للشياطين ولا واحد فيكم يقدر يوصلني إلا لما ياخد إذن من ربنا. ووصل لدرجة كان يقول لأولاده امسكوا كل واحد فيكم شيطان يدلوا عليه كده، اضربوه، اضربوا الشياطين عجبي لتجمهركم لضعف تظاهركم، أنا أضعف من أصغركم، محدش فيكم ليه سلطان عليا، ربنا قال لداود أنت ليه تعبان من ده كله؟ الضيق الموجود في حياتك، الناس اللي حواليك دول مزحلكهم ليه؟ يعني لما يجي حد يتعبني اروح احطه في مخي كده واروح اصلي واقول ايه؟ ازحلق على ربنا، ولا اقول له ولا يقول لي. واذا وجدت فرصه احترمه جدا واوكله واشربه وابوس على راسه وكمل على رجله. ليه؟ هو ايه ماله يعني؟ ده الشيطان اللي زقه. دي التجربه الحقيقيه، مش التجربه تحصل. لا، التجربه تنفيذ وصيه، تجربة احتمال حواليا، تجربة سلم للرب طريقك واتكل وهو يجري. ده القديس أمبروسيوس يقول التجربة دي عاملة زي الغيوم، الشمس وراها، تطلع الشمس تبدد الغيوم، أيا كانت الغيوم تطلع عشان تبدد الغيوم أيا كانت. الغيوم دي داريوس الملك ودانيال الشمس. وأول ما اصطدم بدانيال قال له عيش أيها الملك، في ملاك. أنت فاكر يا ملك يا داريوس الدنيا فاضية؟ لا، مين قال لك؟ ده ربنا عمل علينا كده. قال عنها ذهبي الفم كالمربية. إيه المربية؟ المربية تجيب الطفل، الواحدة بتربي الطفل تروح تقول له تاتا عبد العتبة، يعمل كده، أما تجي هيجي على وشه روح تاخده في حضنه. ربنا كده قال له بطرس أنت المسيح، أجي لك على المية. قال له جاي ينزل. قال لا عارفين مش هو، روح أغرقنا. أول ما شك راح غطس في المية، راح ماسك يده وقال له لماذا شككت يا قليل الإيمان؟ مش يقولوا طب خلاص بدل شككت، لا، حتى لو شكيت ما سيبناش، حتى لو شكيت لماذا شككت يا قليل الإيمان. الملاك راح في الميلاد لزكريا الكاهن وقال له امراتك هتجيب لك ولد وانت اسمه يوحنا. قال له لا فشك. قال له طب اصبر شويه لغايه ما يجي الواد، هنجيب الواد برضه هنجيبوه. وراح للست العذراء ام النور قال لها هتجيبي ولد وتسميه عمانوئيل. وروح القدس قالت له تكن ليك قولك، وذا انا امة الرب. والقديسين يقولوا الكاهن شك وتوارى والعذراء خلصت الشك، ولكن الشاكك واللي مش شاكك ربنا بيخلصه. ايه ده ربنا ده؟
ايه نوع ربنا ده؟ انا عارف مش عارف، سكره جوه ربنا ده، ايه ربنا ده؟ قال له ولا يهمك يا داوود، لا من ابشالوم ولا من سيد ولا صاد ولا عين ولا واو ولا هرودس ولا بلاطس ولا الجن الاحمر، ولا يهمك، سلم للرب طريقك، توكل عليه وهو يجري. والقديس امبروسيوس يقول كله كغيوم ورا الشمس. يقول له في اشعياء 58 حينئذ ينفجر كالصبح نورك. عارفين الشمس لما تصبح؟ وتنبت صحتك سريعا يا رب، عشان بصلي للمرضى، تنبت صحتك سريعا وبرك يمشي امامك ومجد الرب في رجليك. مكان 58:8. والنفس الإنسانية في نشيد الأناشيد غالبا 1 تقول بلسان داود النبي: خبرني يا من تحبه نفسي، أين ترعى أين تربط وقت الظهيرة. إيه وقت الظهيرة؟ لما الشمس تطلع على الغيوم. الله، أما القداس يسويه الشمس تطلع على الغيوم، المعمودية تسويه ظهيرة. صلب ربنا يسوع المسيح الشمس طلعت على الضن. يوم في اليوم السادس والساعة السادسة صمت على الصليب أجل خطية تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سك خطايانا بالضن. نور. بخبرني يا داوود هتعمل ايه؟ قال له لما يكون حواليك حاجة غيوم قول لي خبرني يا من تحبه أين ترعى وقت الظهير. ليه؟ عشان أقول لك فلان وفلان 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 وفلان، وتحرج المشكلة بتاعتك على ربنا، وتحرج المشكلة بتاعتك على ربنا. يا ليت فكري يشل ولا أفكر في أمر وأترك الأمر من بيده الأمر. سيب الأمر من بيده الأمر. كان من حوالي 10 سنين مثلا، وكان في زيارة المكان مدير أمن والحاكم دار، والراجل مدير الأمن بيقول البابا كيرلس ده راجل ما تقول لنا عنه شوية. أبا طول العمر سيدنا البابا تودرس. فراح الحاكم دار رفع يده وقال بعد إذن أبونا اللي فيه قول للبابا كيرلس يقول كن مطمئن جدا جدا ولا تفكر في الأمر كثيرا. وضع الأمر فظهر عصفور، كان في النهار كده وقاعد يلف العصفور ده. والراجل ده حبيبي قوي بس ما اقولش اسمه، حبيبي قوي، كل ما كان بيكلمني يقول لي ايه اخبار العصافير؟ طبعا امال ايه؟ طبعا تيجي ارقص واقول طبعا. دع الامر. ياه لما عيل فينا في البيت يقول له بابا وانت مالك انا هتصرف. تصرف ايه يا ولدي؟ تصرف ايه يا حبيبي؟ تصرف يا ابني، تصرف ايه؟ هما العيال يتكلموا في جيد الكبار؟ العيال يتكلموا في جيد الكبار؟ ما ينفعش. لما كان يلاقي بنت حط لها 2 كيلو بلوك هنا من البودر، حاطين 2 كيلو. البنات بتوع الفلاح لما يتمدين يجيب له اهله مصيبه، تحط 2 كيلو كده. طبعا واحد هو بيناولها يطلع نص كيلو في يده، كيلو للربع. ويروح ابونا يتغاظ يا عينه، لا اتحبكت يا ابونا عيب، عشان الراجل الكبير موجود كلمش انت خد الكيلو الا ربع اللي خدته في يدك وحطه في الصينيه واشرب احسن لك، لكن ما تكلمهاش عشان في جسد. دع الامر بدء الامر. دع الامر. تجربه الحقيقيه. الناس كتنا تكلم ربنا لما يكون في حاجه حواليه ما تحرجها له. مزمور 37:5 سلم دحرج الرب طريقك وتوكل عليه وهو يجري.
وتنبت صحتك سريعا، وشك كالشمس كصبح نورك. وخبرني يا من تحبه أي ترى أن تربط وقت الظهيرة عشان نحكم مع بعض. نحكم مع بعض. أول ما تتصدر في موضوع تقعد تفكر، ما تفكرش ليه؟ ويت، انتظر. أجمل كلمة موجودة على الأرض، أنا منتظرك يا رب. والمزمور يقول انتظرت الرب من محرس الصبح إلى الليل. أول مزمور في صلاة النوم الأعماق صرخت، يقول انتظرت منه الصبح إلى الليل، يعني طول عمري انتظرت الرب. انتظرت الرب. لما شعب بني إسرائيل رايحين على البحر الأحمر ومعاهم موسى ولقوا البحر قدامهم وفرعون من وراهم، فكروا في فكرين: يا إما الجماعة بتوع المصريين يمسكوهم ويموتوهم أو يرجعوهم مصر. لكن الفكر الثاني سامي. يا باي مالك يا بنيوي يا ابوي، مالك يا ابونا، لو تسكتنا احسن. لو وكان الفكر السامي بتاع ربنا ان يقول لهم اضرب البحر، كان يخطر على بالهم ابدا. افتكر مره قلت موسى، قال ربنا ما يجيب لنا ذبحه لفرعون او تهديه علينا. قال له انت مالك بس، انت سيبني انا، سلم دحرج. يا كم مرة يا جماعة تحركت موضوع لربنا؟ أقول لك ولا مرة، ولا مرة. صح يا جماعة يا اللي بتصوموا، صح يا جماعة، ولا مرة. أول ما تكون في حاجة، ده لما يكون في حد عنده حاجة طبية، يا ساتر يا ساتر، انفستيجيشن وتحليل ورنين ومش عارف ومنظار واو قول أبانا الذي يا مسكين. أمال فين الزيوت اللي بيقول أمريض أحد بينكم يدعو قصوص الكنيسة يدهنه بزيت وصلاة الإيمان تشفي المريض وإن كانت له خطية على الباع تشيلها له. أول ما يكون في موضوع ده يفكر من هنا وده يفكر من هنا وده يفكر من هنا، وربنا يقول لي طب خلصوا عشان نتكلم. يعني ربنا متدع قوي، احنا بنتكلم يقول ساكت. لا نخلص كلام، خلص ما تكلم، خلص لغايه ما تكلم. ابن الضال، الابن الضال الشاطر ده كان رايح لابوه وهو عارف حاجه من الاثنين: يا اما ابوه يقول له امشي من هنا لحسن اقطع رقبتك، او يشغله خدام. وكان في فكر ثالث سامي جميل جميل جميل: سلم دحرج للرب امورك وتوكل عليه وهو يجري. لما رآه من بعيد تحنن وركض وقال ابني هذا كان ميت فعاش. سخرت يا بنت، ضبل يا واد. طبعا التطبيل بتاع ده غلط، لكن انا بقول كده وخلاص. سخرت يا بنت، ضبل يا واد، اذبح العجل المسمى، هات لي شوز تبقى حلوه، شوز على مقاسه، شوف اوعى تكون واسعه، وهات له وحط له خاتم في يديه، يلا عشان نعملوا ليله. وكان الفكر بتاعي بتاع الخرنوب واحده من الاثنين: يا اما يقول لي امشي من وشي. افتكر في عز ما الازاد قلت ايه، وقف بره المدينه قال يا بابا عشان لحسن يروح يديله قلمين. ولما رآه تحنن وركض. سلم. التجربه الحقيقيه في الحد الثاني والاسبوع الثاني يسمى التجربه ان اسلم كل امور ربنا ولا تفكر في الامر كثيرا ودع الامر. يا سلام عليك يا رب، عشان الوقت، عشان يا رب، يا سلام عليك يا رب. حلو سكر، مش معقول. قالوا في مدارس الأحد، وقالوا ربنا مين، مش عارف، ثالثة رابعة ابتدائي، وفي ولد كان اسمه أرنست أشكر كده، قاعد العيال يقولوا ربنا عمل القمر عمل الشمس، والواد أرنست زغنطوني أشكر ده قاعد يبكي. فراحت قالت مالك يا حبيبي؟ قال لي مش عارف أقول حاجة،
مش عارف اكتب حاجه. راح قال له طب ممكن تقول؟ راح قال اقول. راح مسك الميكروفون وقال ربنا ده زي السكر تحطه لي ماما في اللبن، الاقي لبن حلو بس مش فوش. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المفهوم اللي عندنا ده؟ جابوني روح القدس يتكلم في كله. احنا محرومين من ربنا. الحق يتقال، احنا محرومين من ربنا ليه؟ فكر، سلم دهرك، دهرك يا رب طريقك. التلاميذ لما مع الجموع الجعانه دي، وربنا قال للجموع ادوهم ياكلوا او يروحوا يشوفوا لهم مكان. التلاميذ قال له ما تخلوهم نطلقهم عشان يشوفوا مكان ياكلوا فيه. قال لهم ادوهم انتوا اللي ياكلوا. راح اقول لهم نجيب لهم بكام خبز. هم الفكرين دول، يا يروحوا هنا ياكلوا يا احنا نجيب لهم خبز. لكن ربنا يسوع المسيح له الفهم الثالث، اتكؤوهم فرقا فرقا او اكلهم واكلكم. يا كم مره تمتع بسلم طريقك للرب؟ كم مره؟ ولا مره. ليه؟ انا عارف. سلم للرب طريقك، اتكؤوهم فرقا فرقا 50-50. وبعد ما وكلهم اكلوا شبعوا، وبقي عنهم 12 جفه، وادى لكل واحد جفه عشان يؤمن ان ربنا يقدر يوكل الاثنين. طب هم الخمس خبزات ده كده لو اتكسروا يطلعوا فين في الجفه؟ ده الامر يمد يده الامر. لا تفكر في امر كثير، عليك دهرج. يعني ممكن واحد فينا يكون رايح قداس زي الحد او اي قداس، يقول يا رب اني اجي لك هذا عشان ادحرج لك حاجه. اكتبها له على البتاع ده ودحرجها له على المذبح. على المذبح. على المذبح. ده احنا بنمسك الاوارق ونقوله. طب لو نسينا ورق ربنا يقول مش ناطق سماوي ينطق هنا فوق. كنت بقول للشباب كده الورق اللي احنا ننساها ونطنشها ربنا ما طنشهاش. فواحد اداني ورقه قال لي لو سمحت طنشني. عشان ربنا ما يطنشوش. كان تامر ولد تامر وسلم، ما رضيش يسلم ابو طريق، ما رضيش. المهم نهايته كانت ما نعرفش. تامر بيلعب كده، ولد شقي كده بيلعب، وراح اتزحلق من فوق جبل. يا انت يا رب يابا كده النجده راح لقي شجره مسك فيها. بس فوق لقي منحدر صعب قوي، طريق طالع واقف كده ما قدرش يطلع، وتحت الحكايه صعبه قوي. قاعد يقول النجده. راح سمع صوت قال يا تامر. قال له انت مين؟ قال انا بابا ارمي نفسك. لما قيل على اسحاق ابو الاباء، لما كان ابوك ابراهيم ماسك السكينه كان شعورك ايه؟ خايف ولا قال لا؟ قلنا له ليه؟ قال السكين في يد بابا. ربنا يدينا التجربه الحقيقيه اللي نجتازها ان نسلم للرب طريقك وهو يجري. سلم للرب طريقك ولا تخف. ارمي يا تامر. ارمي ازاي؟ ارمي يا تامر. سيب يا تامر. سيب الشجرة يا تامر، الشجرة بتاعت الأرض. ارمي يا تامر أنا بابا. متهيألي اتكلمنا قبل كده على واحد ولد صغير بيروح عند تيتا وكبر كده بيجي في إعدادي. راح قال له بابا ماما أنا أروح عند تيتا واحدة في القطر. قال له حبيبي تخاف؟ قال له أروح واحدة. راحوا ركبوا القطر، قاعدين الناس يبصوا عليه، منظر واحدة مش حلوة كده، يا عيني خاف. بابا قال له لما تركب القطر لو خفت من حاجة الورقة اللي هديها لك افتحها شوف فيها ايه، فكر فيها فلوس. فتح الورقة كده قال له يا فلان انا بابا حبيبي ما تخافش، قاعد في اخر عربية في القطر عشان اقتل وقتي ناو. الله
قل ما تخافش يا حبيبي، انا ما سبتكش وحدك في القطر، انا قاعد في اخر عربيه في القطر، هاجي لك دلوقتي، ما تخافش. سلم للرب طريقك، توكل عليه. الحد الثاني بتاع التجربه الصبح كان في القداس، التجربه الحقيقيه مش موت، مش لا امال ايه، تنفيذ وصيه. والنهارده في الليل التجربه الحقيقيه الحواليه، وسلم للرب طريقك وتوكل عليه وهو يجري. إلهنا المجد دائما أبديا، آمين.